السلام عليكم شباب. السلام عليكم شباب، شلونكم شو اخباركم؟ طبعا حطيت واحد ويا الحمر، الاعراف الحمر، ونزلت اجيب موبايل واجيب له اكل. طبعا الدنيا ضار، استوني صعد الطيارتين وجا خبط وياه. شوفوا شباب، خل امسح الكاميرا ثواني، نسيت امسح. شباب هذا الواقف، شوفوا اللي قاعد يطاردن عليه. هذا ذبل هناك. هذا شباب، هذا اللي بالنص. طبعا تعبت اجيب الموبايل وجيت بسرعة. طبعا استنوا طابة نازلات طابات، استنوا طيارتي. هذا الاحمر الحافي مالتنا، طبعا شامي هو، ما اعرف شنو، يمكن بيه رقم، ما ادري بيه يجي حجن مال ولاده. شوفوا، خل اقرب الكاميرا عليه. طبعا حافي وبيه دقات وراسه بيه بياض. هذا شباب شوفوا، يلا بلكت ينزل. طبعا ما اعرف الكاميرا مو واضح، اذا مبين يمكم ما ادري، لا طلع له ذن البقيه. طبعا استوى طيارتين، الدنيا بعدها حاره، قصد الدنيا بعد الظهر. يو صعدين يو عايفين بالقعس. طبعا راح للاخير، عايفين ناس. طبعا الحمر مو جوانات، البيض جوانات. هلا ذني شباب بشاروا، انا ادري شقف، بس هسه هو واقف بنهاية البرج، ما لوح بنهاية البرج، وشكله راح يطير ما ادري والله. يلا على كيف والله راضي يطير هو. هذا يلا نزل. طبعا انا اول ما شفت شارط ورا راضي يطير. طبعا الدنيا حارة حيل، هاي شمس. شباب، والطواقة الحمر ملاتنا الاربعة راحن. طبعا لقيت واحد من عندهن، يعني احنا شوف احنا بقنطرة السلام، ولد كامشة بالمعملة شي، اذا يندلوه هذول ولد من كربلة متابعيني بالقناة. هذا شباب هو الطير، ايه. وطبعا الطير طاير من هنا ورايح بالمعملة شي، يعني من هنا للمعملة شي اقل شي جزء 5 كيلوات اكثر، ما قايس انا، بس بعيدة المسافة، بعيدة جزء، يعني فوق النص ساعة بالدراجة تمشيها. هذا شباب الطير شوفوا قاعد ياكل. طبعا برجله حجل، بس حجل هيك عادي، مو يمكن مو رقم، لان بيرا كم رقم مو هواي. ايه، وكامش ولد كامش فحل، هن 2 فحله و2 طواير. كامش واحد من الفحل، والبارحة راسلني بالفيس قال هذا الطير مالتك يمي، تعال اخذه ببلاش. شوفوا شباب، انت من تعطي طير ببلاش تلزم طير واحد وتعطيه اياه ببلاش، الناس هم يسوي مثله، يسوي حتى لو مو هو نفس المطي طيرتي، بس الناس تسوي وياك مثل ما تسوي الناس. يعني انا كم مرة لزم الطير بيه رقم ورجع وخابر الصاحب اعطيته اياه. سوى راح يطب لي البرج، خليه ودي ثاني. طبعا هذا الاحمر مكعكل برجه، هذا هنا طيرتين بيضة، عندنا فراخ مراويكم اياها. طب يلا. طبعا شباب هو من اجى خبط ويا الطيور حتى ما افتر هواي، بس فريته افتر كم فرة حطت الطيور. هذا شوفوه، هذا طيرة طبعا هي يمكن طيرة من تحت. شوفوا شباب، هذا راسه محفر أملص، هو حافي شامي مدري، بس يمكن شامي لأن منقاره كبير. شوفوا شامي يمكن لأن منقاره كبير حفر. هذا حجله شباب،
واحد يقول لي اخاف رقم ما خبرت صاحبي. هذا حجلي شوفوا، حجل عادي. هاي الرابطة فيها بس هذا الرقم 51. هذا صيد الظهر، هذين الأرافل مالتنا وين، وهذا صيد الظهر لعيونكم. إذا اشتركوا صاحبي خليه يجي ياخذه ببلاش. بعد شي تريدون؟ طبعا احنا عندنا بس أرافل، وعندنا هذا المكاكل، وهاي الطيرة مكاكلة عندنا، وأربعة حفاي أرافل وبس 4 حفاي. طبعا الطيرة كمشناها، هاي الحمرا صورت لكم اياها هنا، الكمشتها مهلوسة. طيناها لهذا الولد جيراننا، هذا اللي طير بيض هنا قبالي يم الحسينية. هاي ذنيك البيض ملات طالعات وين، طيناها اياه لهذا الولد. احنا ما نطير حمر، يعني حمر بغداديات بس أرافل. فكمشتها وطيت اياه، والله طيت اياه ببلاش همي، يعني ما طلع صاحبه، وهي مهلوسة يعني هم بالقوة تنباع. هذا الطير، هذين فراخ الحفاي خل اراويكم اياها. طبعا واحد على حني، والثاني هذا احمر. هذا احمر شوفوا شباب، بس الوجه ابيض، بيها كبنج مدري شو يصيحوله، بنج مدري كبنج، والله ما اعرف ايش اسمه. حفاي شباب، حفاي كعاكيل. هذا بس الراس، وهذا اخوه احلى من عده، اخوه ما بي حراك على حني هيج. هذا اخوه شباب شوفوه. طبعا هذا اخوه على ابوه احمر نظيف، شوفوه بس الشخط وحافي. هذا طالع على ابوه، والفرق مدري عليه من طالع. هسه الطيرة شوفوها، الطيرة كلها صفرة، ما بيها شو اسمه، ما بيها بياض شوية بوجهها. هذا خليه افتح له الباب، شوفوا هذا هنا مكان، هسه افتح له الباب يطب. هسه الطواق الحمر لقيت واحد من عندين، هسه حظر ما اقدر اروح اجيبه، ان شاء الله يمن ينفتح الحظر على الثنين اروح اجيبه من الولد. هذا ابوه. طبعا هذا الفرخ ابو الشيخ طالع على ابوه مثل هذا. شباب احنا ما نصيد هواي، يعني انا كنت قبل ما اصور لكم لين ما نصيد هواي احنا. شوفوا هسه انا والله ما صاعد، انا هيك كنت قاعد تغديت وصليت وكملت وصعدت للسطح هيك امرت طير البيض اني. فشفت هذا الولد جيراننا مطلع البيض، ما طلعت اللي نزلنا عندنا فراخ وياهن، طلعت الحمر طيرتين اجى خبط وياهن. يعني هيك انا ما موجود بالسطح دائما، يعني حتى نكمش هواي وما ادري شنو، انا يوم موجود هواي نكمش. هذا طبعا البارحة نازل جو بالسطح، جو يم الارافل الداية ورتكم شو ونهلز ديله. طبعا ذن الارافل شباب يمكن بيهن 20، انا افتح الباب وانساه 20 لو 22 23 هيك. طبعا مو كلهن بيضات، هستون قاعد بيضة شوفوا، يعني هاي اليوم بيضة واحدة، هاي هنا بيضة واحدة، هاي هنا بيضتين، هاي مبيضة بيضتين، هذيك مبيضة بيضتين، هنا بيضات، يعني هستون كلهن قاعد بيضة. يعني بعد هنا كوبيهن بيضات، ها بيضتين وكوبيهن بيضة وكوبيهن بعد ما بيضات. طبعا هاي انا مصور لكم اياها، هي هاي امها هذيك الصفرة، بس ابوها شرد من عندنا طار ووقع. هاي طبعا كانت تطير وانضربت رده، هسه مهلوسه، استوى طالع جناحها شوفوها، انضربت رده. هاي هيك صولة تقولوا لها انتو، وهلست جناحها وذيلها وطابت. لان المساكن لازم انا اراويكم المساكن. هذين طيور شوفوا وين، هذا فلت 3 قنازير. طبعا هذا طالع ابيض، اخوه ذي الازرق مقلم، ما ادري وين اخوه موجود هنا. هذا ذي الاسود 3 قنازير، اخوه موجود هنا بس ما اعرف وين. هذا اخوه.
هذا اخو شباب شوفوا ذي مقلم اخو والثاني ابيض. طبعا ذين امهاتين الطيرة ذي قهواي والفحل ذي الاسود. يذبن هيك ويذبن هيك لون. طبعا شوفوا هذا الطير عندنا ثالثة شوفوا الزاوج. هاي الطيرة كل ساعة تزوج فحل. شد طيرة مرعبلة يعني انا زاوجها على هذا الفحل شوفوا. زاوجها على اليمين هذا وين هذا الفحل ابو 3 جنازير ابو ذيل اسود. هذا فحل عافت فحلت زوج هذا ابو تشتش. طيور مرعبلة هاي طاقة شينكو. طبعا هاي يعني عندي طيرة طوق رصاصي. هاي الطيرة شوفوها فحل هذا هلال رصاصي طلعت روحي. هاي ما ترضى تبيض ولعبت نفس. اسوي لقى والله واحدة مثلها اشتريها ابيع هاي واشتريها. حتى لو عيف هاي شوف ايش وقت تبيض هذا لا الاسود. لان لعبت نفس شباب من زمان مشترين هاي الطيرة وما ترضى تبيض. هذا فرق. هذا كان جوا الطواقي الحمر الراحل. هذا جواهن شوفوا شباب. وهسه ظل دايح هيك يزقن بيه الطيور بحدهن يعني مو امهاته بس يزقن بيه. هذا طاق رصاصي شوفوا. شوف طاقه شلون عريض. هذا طاقه اللي جوا. هذا شوفوا. طبعا هذا هم عافن امهاته ونزلت انا زق بيه. هم اخوه طوق وهلال اخوه مات بقى بس هذا ابو طوق. هذين امهاتي. ابوه هذا ابو طوق رصاصي وهلال وامه بس الطوق. هذيك امه بالاخير راكفه امه بس الطوق. هم هنا يريدين يفقسن يعني. جوان بيضتين صار لي هواي بيضات يريدين يفقسن. هذا البيض شاد. أنا يمني بيضا الطيور اللي أريدهن يعني مو يطير. أكتب العمر يمهن حتى أعرف إن شو وقت يفقسن. وهذا أهم شيء يفيد بالصيف شباب. البيض بالصيف أخيرا يمن يريد يفقس أكثرية الطيور تختنق وتموت بالبيضة الفراخ. فأنا شو أسوي أكتب العمر يمهن حتى قبل لا يفقسن بيوم اقوم هيك الزم البيضة ابللها مي مو غطا بالمي يعني هيك ابلل اصبعي يوفرتها تجيب تبللها وتظل تمسح البيضة حتى البيضة شنو يصير شوية برودة للطير. لان الطير هذا مو حرارة جو حار وامه نايمة عليه يختنق ويموت بعد ما يطلع يصير هيك يعني جسمه يصير ضعيف مو قوي. فانا شو اسوي الزم البيضة. هسه هذا انا كاتب عمرهن يوم 7 اليوم ايش قد اليوم يمكن اليوم 20 بالشهر. اليوم 20 بالشهر يعني هذا يوم 7 هن الطيور 16 يوم يوم 17 يوم يفقسن. يعني هذا يجوز عقب باكر او عقب باكر يفقسن. يعني يوم 7 يجوز يفقس يوم 22 هذني. وعندي هاي هنا هاي طبعا انا كاتب عمر فراخ البيض هناك يوم واحدة بيضة نفس اليوم بيضة. هاي ام هلال فحل هذا طاق وهلال ترس راسه عليه كتف. هاي يوم 5 واليوم 20 يعني ايش قد صار عمرهن 15 يوم البيضات. هذني فقسن لو باشر لو عقبه. شوفوا شباب. وعندي هاي هذا خندق وهلال قهوائي طيرته طوق وهلال قهوائي ترس الراس. هذيك شباب شوفوها هذيك هاي قاعد تحكي. هذني هذا عمرهن شوفوا انا كاتب 10 يوم 10 بيضن ذني واليوم 20 يعني ايش قد صار لهن صار عمرهن 10 ايام ذني يعني بعد لهن اسبوع يفقسن هذني. وان شاء الله يطلعن ويزقنهن امهاتهن. هذين الطير هاي طيرة ابو خندق طاق وهلال ترس راس قهواي عليها شوية مدات تاج. هذا شوفوا تاج على ظهرها. هذا طاق وهلال قهواي طيرته بيضة هذا. هذين الطيور. يلا شباب وصلنا هنا نهاية المقطع ولا تنسونا باللايك واللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك وفعل زر الاشعارات حتى يوصلكم الاشعارات مال الفيديو. هاي هنا هم هذا شوفوا هذا فرخ
ذي الاسود القنازية، هذا ابو وامه ذي القهوائي. شوفوا شباب هنا مو شرط، شوفوا ذا الجداب هذا ابيض ذي الاسود، هذا شنو؟ هذا ذي الازرق مقلم، هذا ابو ذي الاسود يصير اخو هذا ابو ذي الازرق، وهذا الارفل الابيض يصير اخو هذا ابو ذي الاسود. هنا مو شرط كالزيقة اذا بنشكل. هسه شباب وصلنا هنا لنهاية الفيديو، لا تنسونا باللايك، واللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك. في امان الله.